السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. احنا النهاردة زي ما اتفقت معاكم الفيديو اللي فات ان انا هعمل لكم اكتر من طريقة او شكل للطاقية الصالة الرجالي. تمام، هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنشتغل 3 سلسلة وادي الرابعة. هنيجي في اول سلسلة نشتغل عمود، ادي كده تاني عمود، ونشتغل في نفس السلسلة الاولى عمود تاني، ادي كده التالت، ادي كده 4 عمود، 5 عمود، 6 عمود، 7 عمود، 8 عمود، 9، 10، 11، 12. وهنيجي في اول عمود نقفل بمنزلقة كده اول سطر معانا. هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود، وفي نفس الغرزة هنشتغل عمود. يبقى احنا كده عملنا 2 عمود في العمود. هنشتغل في العمود التاني 2 عمود، في العمود التالت هنشتغل 2 عمود، يبقى هنشتغل في 12 عمود اللي في السطر الاول. في كل عمود هنشتغل 2 عمود. هرجع لكم بعد ما اخلص السطر. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر. هنيجي نقفل بمنزلقة في اول عمود، وادي كده تاني سطر. اول سطر كان 12 عمود، تاني سطر كان 24 عمود. هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود. هنيجي نشتغل في العمود اللي بعديها عمود، ونشتغل عمود في العمود التالت، نشتغل بعد كده سلسلتين. هنيجي نعمل في العمود الرابع عمود، سلسلتين، هنشتغل سلسلتين، ونيجي نشتغل في العمود اللي وراه عمود، ونشتغل في العمود اللي وراه عمود، في العمود التالت هنشتغل عمود. كده 2 سلسلة، ونشتغل في العمود الرابع عمود، 2 سلسلة. هنعيد الكلام دوت. يبقى احنا هنشتغل 3 عواميد فوق 3 عواميد، 2 سلسلة، هنشتغل عمود 2 سلسلة، المجموعة بتاعت ال3 عواميد. تمام لآخر السطر. هرجع لكم بعد ما اخلص السطر. خلصت السطر التالت وده المنظر بتاعنا. تمام، يبقى احنا بنشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، عمود، 3 عمود. هنيجي في السطر الرابع هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود، وهنيجي نشتغل في ال2 عمود اللي بعدهم في كل عمود عمود، اتنين سلسلة. وهنيجي في الفراغ هنا نشتغل عمود، 2 سلسلة. هنيجي نشتغل في الفراغ عمود، 2 سلسلة. هنيجي في ال3 عواميد نشتغل في كل عمود عمود.
2 سلسلة. هكمل السطر وارجع لكم تاني. خلصت السطر الرابع تمام كده. هنرتفع برضو 3 سلسلة وهنشتغل في المجموع اللي هما 3 عواميد في كل عمود عمود. اتنين سلسلة. هنيجي في الفراغ نشتغل عمود. 2 سلسلة. نيجي في الفراغ اللي بعدين نشتغل عمود. 2 سلسلة. هنيجي في الفراغ اللي وراه نشتغل عمود. 2 سلسلة. هنشكي نشتغل في المجموعة اللي هي ال3 عواميد، في كل عمود هنشتغل عمود. اتنين سلسلة. هكمل بالطريقة ديت تمام، وهنكرر السطر لحد ما نوصل للقطر اللي احنا عايزينه. لو احنا بنعمله للأطفال يبقى القطر بتاعنا في حدود 13.5 تقريبا. لو بنعمله للطاقية رجالي يبقى القطر بتاعنا بيبقى 17 سنتي أو 16.5. هكمل لحد ما اوصل للقطر وارجع لكم تاني. انا اشتغلت القطر اللي انا عايزاه اللي هو الرجالي 17 سنتي تمام. ده الشكل كده. هنيجي نرتفع بعد كده السطر اللي بعديه 3 سلسلة في اول عمود، وهنشتغل سطر عواميد في كل غرزة عمود تمام كده اهو. وهنيجي في الفراغ هنا نشتغل 2 عمود، وهنيجي نشتغل في العمود عمود. في الفراغ هنشتغل 2 عمود، هنيجي في العمود نشتغل عمود. يبقى هنا السطر اللي عليه الدور بعد ما نعمل القطر اللي احنا عايزينه هنشتغله كله عواميد. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر عواميد. في نقطة يا جماعة، في اللي ايده بتكون مرخية تمام، تعمل عمود واحد في السلسلتين وفي العمود سلسلة عمود تمام. لو ايدك ضيقة يبقى بنعمل 2 عمود في السلسلتين تمام. هاجي نيجي هنا بعد ما قفلنا السطر نرتفع 3 سلسلة كأول عمود معاه سلسلتين. هنسيب 2 عمود، ادي 1 2، ونشتغل عمود في التالت. 2 سلسلة وهنسيب 2 عمود ونشتغل عمود في التالت. 2 سلسلة هنسيب 2 عمود ونشتغل عمود في التالت. انا هكمل بنفس الطريقة كده لاخر السطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر. انا عامله عمود سلسلتين عمود سلسلتين تمام. لو انتي مش عايزه الفتحه تبقى كبيره كده او انت شايفاها كبيره حسب نوع الخيط برضو اللي بتستعمليه، ممكن تعملي عمود سلسله عمود سلسله تمام بدل عمود سلسلتين. هنيجي نقفل بمنزلقه في تالت سلسله، وهندخل جوه فراغ الاتنين سلسله نعمل منزلقه. هنرتفع اول 3 سلسله كأول عمود 2 سلسله، وهنيجي نشتغل في الفراغ سلسلة 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة. هنفضل نشتغل عدد من السطور لحد ما نوصل لطول الطاقية اللي احنا عايزينه تمام. احنا طول الطاقية الرجالي بتبقى في حدود 25 سنتي، نعمل 24 سنتي عشان اخر سطر نعمله عواميد زي دوت كده، وبعد كده نقفل ونعمل اخر سطر بالحشو.
انا كده هكمل الطاقية لحد طول الطاقية اللي انا عايزاه او طول الراس. تمام. واخر سطر هعمله عواميد، وبعد كده اعمل سطر حشو، وده هيبقى شكل الطاقية. بصوا. تمام. يبقى انا كده هكمل لحد الراس، وعشان ما اطولش عليكم هو الموضوع خلاص بقى كده سهل. هنشتغل بالطريقة ديت زي السطرين دولت كده لحد 23 سنتي او 24 سنتي. بعد كده بنعمل سطر عواميد، وبعد كده بنعمل اخر سطر اللي هو الحشو. كانت معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جديدة برضو، اشكال تانية للطواقي وبلوزات ان شاء الله صيفي. وان شاء الله مش هقطع التصوير تاني، هحاول على قد ما اقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.